سلام، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم الأكيلة. اليوم راح أعمل شوربة سلطعون، سلطة الفواكه البحر، وراح أعمل لكم طاجين السمك المغربي. خليكم معي. بس لازم أشتري السمك، يلا روحوا بسرعة نشتري السمك. عم كح شوية لأنه اليوم كنت فعلا مريضة، فآسفة إذا خلال الفيديو كحيت أو شيء، هذا عادي، بس الحمد لله. بالنسبة للسمك عندي السلطعون راح أعمل به شوربة. السلطة راح أعملها بهذا الشريمس اللي هو جمبري، هذا الكالاماري والسيبيا. هذا كمان راح أورجيكم كيف بدكم تنظفوه. هذا بالنسبة للسمك. يلا نروح للتجهيزات. هذا راح أقشره، والقشر تبعه راح أعمل بيه شوربة. الشوربة هذه راح صفيها وارجع استعملها لتعطيني طعم أكتر لشوربة السلطعون. طريقة تنظيف. أول شي ما بعرف إذا ببين. أوكي، أول شي بنطلع الراس، أوكي، بهالطريقة. بعدين في عمود فقري هنا نطلعه، هذا العمود الفقري. نفس الشيء نطلع الراس، بعدين العمود الفقري. اوكي، اكيد الراس بنحتفظ بيها. الراس هادو العينين، اوكي. بعد العينين بنقطع، اوكي، بالطريقة. هالعينين هادو، وفي قصة هون بندفشها تطلع عادي، هادي بنشيلها كمان. اوكي، هذا راس. بعد العينين نقطع هون، ندفش هذه فوق. اوكي، هذه المرحلة الأولى خلصناها. بعدين إجا وقت التقشير. بدنا هذا نشيله، شفتوا سهل انه بيتشال بسرعة هالطريقة. بننضف كمان من جوا. شفت كيف شو بيطلع من جوا؟ كمان نضفه كتير كويس. ممكن كمان تعبوه بالمية ترجعوا تنزلوا. راح كملوا كمان في المية، في مية تانية حجدد. شفتوا الفرق؟ اوكي، نفس الشي، سهلة جدا. أنا بنضف الجمبري.
لأن هالقشور راح استعملهم في الشوربة. اوكي، بعدين اكيد كما بورجيكم في خيط اسود لازم تشيلوه، هذا بيعطي مرورة مش طيبة ابدا. وين مرات بيكون فوق ومرات بيكون تحت ومرات بيكون الاثنين. شفتوا هذا الخيط هذا هون، شيلوه. شفت هذا هيك نضيف. نعمل وحدة تانية. هذا الخيط هذا بيعطي مرورية. هذا مثل الأمعاء تبع الجنب. شفت هذا فيه، فتحته من فوق نشيل الخيط. هذا ابدا ما تخلوه عشان ما يعطيكم مرورة. ونكمل بهالطريقة الجمبرية. حبيت اشارك معكم في في قصة هون، اذا خليتوها بتحسوا انه عم تشد معكم السيبيا هذه. تعملوا بهالطريقة وبعدين تمسكوا هذا الخيط وتجروا، تروح معكم بسهولة. تخليه هذا ينطبخ بسرعة وما بتحسوا بمضغة يعني مش حلوة. شفت كيف عامل؟ نفس الشي بس تعملوا هيك من فوق القشرة تطلع بسهولة. اوكي، هلا رح نسلق نظفنا الجمبري، نظفنا هادو كلهم. هلا بورجيكم كيف رح نسلقه. في مية رح نستعملها عشان نسلق هذا الاساس. خليكم معي. اوكي، في الاول رح نتبل السمك. هون عندي 3 معالق بقدونس، وعندي توم كمان. راح اعمل عليه ملعقة طماطم، ملعقة طماطم. اوكي، راح احط ملعقة فلفل، وراح احط زنجبيل ملعقة مش كبيرة يعني، ملعقة صغيرة. وراح احط بابريكا او بابريكا ملعقة. راح احط كمان الكركم، راح احط خل ممكن ملعقتين او ملعقة كبيرة. هسه عصرة ليمون. اوكي، اوكي، راح احط زيت زيتون. زيت زيتون
هذه الخلطة الرائعة للطاجين. اوكي، خلصنا وراح نتبله الحين السمك بعد ما غسلناه اكيد. المهم هنا عندي السمك، بحب افتحه شوية من هنا عشان تدخل فيه التتبيلة. اوكي، هلا بتبله، بحط تتبيلة جوا هون. اوكي، انا ابتديت بالطاجين لانه بدي يطبخ على نار هادية يعني، وبياخد وقت يعني، ممكن ياخد من نص ساعة ل40 دقيقة. فبخليهم هذا شوية، راح نشوف الخضار اللي حنستعمل في الطاجين. المهم الخضار اللي عنا فلفل اخضر، فلفل احمر، عنا بصل، عنا بطاطس مقطعة هيك شرائح، اوكي، كله مدور شرائح، الا الجزر قطعناه بالطول، اوكي، طماطم كبيرة، الليمون، عنا كمان كرافس، اعواد هذا تبع الكزبر او البقدونس اللي عندكم، هذا عشان نحطه تحت الطاجين، عشان حتى لو تحرق شوية من تحت هذا يكون تحت، يعني هذا اللي ينحرق وبيعطي طعم كمان. وعنا بصل كمان مقطع شوية. هلا بنحط الطاجين، طريقة تحضير الطاجين. الطريقة اوكي، بعدين بحط الجزر، بحط طماطم، فيكم تستعملوا ورق الزبدة يعني، أنا ما لقيت ورق الزبدة الطريقة. هلا تغطى كويس، اوكي، وبعدين بقفل عليه. اوكي، عندي كمان هذا عازل الحرارة، اوكي، اشعل النار. في الاول راح اشعلها على اعلى درجة، اوكي، واحط الطاجين. اوكي، هنا عندي المية مغلية، اوكي، هذه راح فيها فواكه البحر، احط فيها حامضة، اي حامضة، بقدونس، كله هيك يعني، اوكي، بصل، كرافس، ورق غار، ليمون مجفف، توم مثل ما هو، وجزر. خليهم شوية وبعدين احط
الجمبري، بعدين احط الكالاماري والسيبيا. احط الجمبري بس يغير لونه بعدين نشيله. الطاجين هلا صار لازم نفتح عليه عشان يتشرب المية. لا شفت المية اللي فيه، نخليه مفتوح بهالطريقة او لحتى يتشرب شوية. بس هغطي عليه شوية خليه يعني يتنى، هو اصلا ما بطل يعني عشان يتشرب، بس هيك خلوه. هون شلت الجمبري وحطيت السيبيا والكالاماري، يعني ممكن تقول هذا بضل تقريبا ممكن نخليه 7 دقايق وهذا 10 دقايق ل 13 دقيقة. المهم كل مرة جربوا حتى تلاقوا انطبخ. هنا عملت قشور الجمبري مع بصل وكرافس كرافس وجزر. راح اضيف كمان ثوم، راح اخليهم يتحمروا كتير كويس وبعدين نضيف عليهم المية، وهالمية راح صفيها واستعملها لشوربة السلطعون. انا راح احطها بهالطريقة. زيت زيتون، اوكي، ملح، فلفل شوية، خل اكيد، وليمون، سيمبل. هذا الصوص عادية جدا، عادية. اخليه بس دقيقتين ينغلي وبعدين اصفيه واخذ ميته. بعد ما صفينا المرقة تبع اللي سلقنا فيها السمك، حطينا السلطعون وراح نحط الملح والفلفل وشوية ليمون، عصرة ليمون. طاجينا قرب يخلص. هذا فواكه البحر، بضيف عليهم شوية جزر من فوق، اوكي، زيتون، نضيف عليها، بخلط هالامور مع بعض. اوكي، هذه السلطة ضفت عليها ليمون، برتقال قصدي، وشوية رمان. روعة، كتير كتير روعة، طعم خيال، وزيت زيتون كمان عطيها طعم روعة.